السلام عليكم يا صاحبي في الرحلة، وخلينا أكمل لك القصة اللي فاتت. إحنا في الجزء الأولاني فككنا تمثيلية الأسامي، إزاي ابن سينا بقى أبي سينا، وإزاي ابن الهيثم بقى الحزن. بس الحكاية لسه ما دخلتش في المادة. بروباجندا الخواجات ما خدتش مننا بس نظريات في الكتب، هي خدت المفاتيح اللي بتدور بيها المكنة كلها اللي أنت راكبها النهاردة. تعال نفوق بقى من البروباجندا دي شوية ونشوف باقي الحكاية سوا. لو سألت أي حد النهاردة الكيمياء بدأت فين، هيقول لك لافوازيه أو روبرت بويل، والكتب هترص لك أسامي خواجات ببركات بيضة واقفين في معامل لندن وباريس. الحقيقة إن قبل ما الناس دي تتولد بقرون كان في واحد في الكوفة اسمه جابر بن حيان، بس الخواجة عشان يهضم العلم ده قرر يسميه جبر. قبل جابر الكيمياء كانت سبوبة أو سحر وتنجيم. الناس كانت ساعتها لسه بتدور على حجر الفلاسفة اللي بيحول التراب لذهب، وكله كان شغال فهلوة. جابر جه بقى وقلب الترابيزة دي خالص، وقال جملته الشهيرة: أول واجب أن تعمل وتجري التجارب، لأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى أدنى درجة من الإتقان. الراجل ده هو اللي نقل الكيمياء من فك السحر لدقة المعمل. جابر بن حيان هو اللي اخترع الإنبيط اللي الخواجة خده وبقى ألمبت، ومن غيره ما كانش هيبقى فيه تقطير ولا عطور ولا حتى بنزين. وهو اللي اكتشف حمض الكبريتيك وحمض النيتريك وماء الذهب. صاحبي مش ماء الذهب اللي بتركب منه البرفان المضروب، لا، ماء الذهب بجد. يعني اساسات الصناعه الثقيله اللي العالم قايم عليها النهارده طالعه من تحت ايد جبر بتاعنا. اللي بيضحك ان مصطلحات الكيمياء اللي العالم بينطقها بلغات تانية زي الكالي او انتيموني او الكحول هي كلمات عربيه متقشره. جابر ساب اكتر من 3000 رساله وكتاب فضلوا هم كتالوج الكيمياء في اوروبا لحد القرن ال18 تقريبا. في الفصل السادس بقى هكشف لك بوصله التضليل، ازاي العرب فتحوا سكك الكوكب الجغرافيه، وان اللي رسم السكه وصنع الاداه وفهم لغه الموج كان بيكتب مذكراته بالعربي وهو باصص للسماء وبيعد النجوم. عارف يا صاحبي كولومبوس، الراجل اللي العالم كله بيحتفل بيه كانه السوبرمان اللي شق البحر واكتشف العالم الجديد؟ الحقيقه ان كولومبوس ده لو كان نزل البحر من غير الخرايط اللي خدها من العرب كان زمانه تاه، وتاهت معاه السفن بتاعته في نص المحيط. كان اخره يوصل لشط جمصة لو الحظ خدمه يعني. قبل بقى ما اوروبا تعرف يعني ايه محيط اصلا، كان العرب هم اسياد الميه. في الوقت اللي كان فيه الرهبان في اوروبا بيرسموا خرائط العالم على شكل فطيره والقدس في نصها، كان الادريسي في صقليه بيرسم اول خريطه حقيقيه للعالم على كوره من الفضه. الادريسي ما كانش بيرسم بالبركه، ده كان بيحدد خطوط الطول والعرض بدقه تخوف. والخواجه لما حب يلف العالم ما لقاش قدامه غير خرايط الادريسي وكتابه نزهة المشتاق علشان يعرف هو رايح فين. والموضوع ما بيقفش عند الخرايط، دي تكنولوجيا ملاحة كاملة. الاستارلاب اللي العرب طوروه وخلوه يحدد الوقت والقبلة ومواقع النجوم كان هو الجي بي اس بتاع العصور الوسطى. طبعا الخواجة بقى خده ولتن اسمه وبقى الاسترولاب، وهو الأداة السحرية اللي خلت السفن الأوروبية تخرج من ورا الشط وتدخل في قلب المحيط. حتى البوصلة اللي بيقولوا إن الصين اخترعتها، العرب هم اللي حولوها لأداة ملاحة حقيقية تتساب في البحر. وهم اللي اخترعوا المثلث الكروي اللي من غيره ما كانش ينفع تحسب المسافات على كوكب مدور. والقصة الأكبر هي ابن ماجد أسد البحار. التاريخ الغربي بيحاول يداري إن فاسكو دا جاما لما وصل للهند ما وصلش بشطارته، ده وصل ورا ظهر ملاح عربي هو اللي دله على الطريق وفهمه الرياح الموسمية دي بتمشي إزاي أصلا. العرب هم اللي كتبوا دستور البحر، وهم اللي علموا العالم ان المحيط مش بحر الظلمات اللي فيه تنانين، لكن هو طريق سريع للتجاره لو معاك العلم الصح. يعني انا قاعد اذاكر كل ده علشان احكيهولك وانت لسه ما عملتش لايك واشتركت في القناه. طب هتتابعنا ازاي يا صاحبي؟ اعمل لايك يلا، وتعالى احكي لك بقى العرب ازاي هندسوا الحركه وبنوا روبوتات في العصور الوسطى. صاحبي انت لما بتفتح كبوت عربيتك وتشوف التروس والبساتم وهي شغاله بانتظام، او لما بتبص على روبوت في مصنع بيتحرك بدقه مليمتر، عقلك اوتوماتيك بيروح لفورد او تسلا او ليوناردو دافنشي. الحقيقه ان المكنه دي كلها كرنكها متركب في ديار بكر من 800 سنه كامله على ايد واحد اسمه اسماعيل الجزري، اللي الخواجه بيسميه بكل هدوء ابو الهندسه الميكانيكيه، بس بيكتبها في الهامش كده بخط صغير. الجزري ما كانش مجرد راجل بيصنع ساعات والعاب ميه للتسليه، ده كان مهندس سيستم. هو اللي اخترع عمود الكرنك، وده اهم اختراع ميكانيكي في تاريخ البشريه كلها بعد العجله. من غير عمود الكرنك ما كانش هيبقى فيه محرك احتراق داخلي ولا قطر بقى ولا طياره ولا اي حاجه من الكلام ده. الحركه الدائريه اللي بتتحول لحركه مستقيمه هي قلب الثوره الصناعيه، والقلب ده عربي الصناعه. في كتابه الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعه الحيل، الجزري بيحط كتالوج للميكانيكا العالم مشي عليه كروت. يعني هو اول واحد عمل صمامات بتفتح وتقفل بالضغط، واول واحد صمم مضخه ميه بتشتغل بنظام المكابس اللي هي النسخه البدائيه من موتور العربيه اللي حضرتك بتركبها النهارده. حتى الاوتوميتا او الانسان الالي الجزري عمل منه نماذج حقيقيه بتتحرك وبتعزف موسيقى وبتقدم ميه
في وقت كانت اوروبا فاكره ان اي حاجه بتتحرك لوحدها هي عمل سفلي، اللهم احفظنا. اللي بيضحك بقى ان دافنشي لما رسم تصميماته الميكانيكيه كان بينقل اللي الجزري عمله قبله ب 300 سنه كامله. الجزري ما كانش بيحب الهبد، كان مهتم بالدقه المتناهيه، لدرجه انه اخترع تروس ما كانتش تخطر على بال بشر وقتها. الغرب بقى خد الحيل دي سماها ميكانيكس، وبنى فوقيها المصانع والمكن، ونسي يقول ان الموتور اللي مدور الكوكب النهارده المارش بتاعه كان مكتوب بالعربي. طب تفتكر احنا النظام الاجتماعي والاقتصادي اللي عايشين فيه ده اتعمل ازاي؟ ايوه المدنيه والتحضر بتوع اوروبا دول اللي عملهم اصلا ابن خلدون. حتى شوف كده، لو فاكر ان علم الاجتماع او الاقتصاد دي علوم مودرن طلعت من بورنيتة اوجست كونت او من تحت عباية ادم سميث، احب اقول لك انك غلطان. قبل ما الناس دي تفكر يعني ايه مجتمع اصلا بقرون، كان في واحد تونسي قاعد في قلعة بني سلامة في الجزائر، وقرر انه مش هيكتب تاريخ بالهبد، ده هيعمل سيستم يحلل بيه الكوكب. الراجل ده هو عبد الرحمن بن خلدون. ابن خلدون ما كانش ابو العريف اللي بيحكي قصص، ده كان اول واحد في تاريخ البشريه يقول ان التاريخ مش مجرد حواديت، ده قوانين. هو اللي اخترع مفهوم العمران البشري سوشيولوجي، وهو اللي حط ايده على الموتور اللي بيحرك الشعوب وسماه العصبيه القبليه. فهم العالم ان الدول زي البني ادمين بتتولد وتكبر وتعجز وتموت. السيستم ده هو اللي الغرب شغال بيه النهارده على فكره في مراكز الابحاث والمخابرات علشان يتوقعوا سقوط انظمه او صعود غيرها. وفي الاقتصاد بقى ابن خلدون كان سابق عصره بمسافات ضوئيه. قبل ما ادم سميث يتكلم عن اليد الخفيه ب 400 سنه، ابن خلدون كان بيشرح ان العمل هو اساس القيمه، وان الضرايب لو زادت عن حدها بتموت الانتاج، اللي بيسموه النهارده لافر كيرف. ولافر نفسه اعترف ان ابن خلدون هو اللي قاله قبل، هو اللي فهم ان الاقتصاد مش مجرد فلوس، ده سلوك بشر. الغرب بقى لما لقى المقدمه بتاعت ابن خلدون انبهروا لدرجه انهم ما لقوش اسم يوصفوه بيه غير ارسطو العرب. بس اللعبه كانت انهم خدوا الزبده بتاعت افكاره وصاغوها في قوالب اكاديميه حديثه، ونسبوا الفضل لمؤسسين اوروبيين في القرن ال19. سابوا لنا احنا ابن خلدون بتاع كتب التاريخ الصفراء، وخدوا هم ابن خلدون المهندس اللي فك شفره المجتمعات، وبنوا عليه علومهم السياسيه والاقتصاديه. طبعا وصف الصفراء ده اللي هم عايزيننا نفهمه، بس ده مش الحقيقه خالص. في اخر حكايه النهارده يا صاحبي بنفهم ان العالم الغربي لما بدا ينهض كان عنده مشكله نفسيه وعمليه، ازاي يدرس علوم جايه من الشرق وهو في حاله صراع معاه. الحل كان عبقري وبسيط في نفس الوقت، اللاتينه او اللاتينايزيشن، عمليه غسيل افكار. ابن سينا بقى افيسينا، وابن رشد بقى افيروس، والرازي بقى رزيس. الحركه دي ما كانتش مجرد تسهيل للنطق زي ما بيحاولوا يقنعوه، دي كانت عمليه نزع ملكيه. لما تغير اسم المبتكر انت بالتدريج بتقطع الحبل السري بين الفكره وبين اصلها، لحد ما يجي يوم والناس تنسى ان افيسينا ده كان بيلبس عمامه وبيكتب بالعربي. البروباجندا الحقيقيه انهم اقنعونا ان العصور الوسطى كانت ضلمه في الكوكب كله، وصدروا لنا مصطلح دارك ايجز وكأنه حقيقة كونية، في حين إن هي كانت عصور أنوار عندنا بجد. هم خدوا الشعلة مننا، ولما نوروا بيتهم طفوا النور عندنا وادعوا إن هم اللي اخترعوا النار. إحنا النهاردة لما بنشوف التقدم الغربي بننبهر بيه لدرجة الدونية، وبننسى إننا بننبهر ببضاعتنا ردت إلينا أصلا، بس متغلفة في كرتونة شيك وعليها تيكت صنع في أوروبا. الحقيقة إن لاتينة العلوم كانت أكبر عملية سطو ثقافي في التاريخ. العلم ملوش جنسية، دي حقيقة، بس التاريخ له صاحب، والاعتراف بفضل المنبع مش مجرد طبطبة على كرامتنا، ده حق ملكية فكرية ضايع. واحنا مش محتاجين نعيش في الماضي ونقعد نعيط على الأطلال على فكرة، احنا محتاجين بس نكسر مراية الخواجة اللي بتصور لنا إننا عايل على البشرية. صاحبي أنا روقت عليك بفيديو حلو، ما تنساش بقى تروق علينا باللايك الجميل وتشترك في القناة، يعني بس لو حابب تشوف اللي جاي. وانا بجد عاوز حد يناقشني في الكومنتس. تاني بقول لك، ليه لسه بنبص لنفسنا كشعوب وأعراق درجة ثالثة واحنا أصلا اللي بانيين كل ده وغيره كمان اكتر بكتير قوي؟ المصادر هتلاقيها في الوصف، ولو ما شفتش الجزء الاولاني ارجع شوفه، هيعجبك قوي ومهم قوي. انا لاشين ودي لاشين توكس. سلام.